هل جلست يوما تفكر لماذا يضيق رزقك أحيانا مع أنك تسعى وتجتهد وتبذل كل ما بوسعك؟ ولماذا ترى آخرين لا يملكون ذكاءك ولا جهدك ومع ذلك تتفتح لهم أبواب لم تخطر ببالك؟ الحقيقة يا صديقي أن الرزق ليس مجرد معادلة حسابية، ليس فقط ساعات عمل ولا علاقات اجتماعية ولا شهادات جامعية. الرزق أوسع وأعمق، هو عطية من الله يوزعها بحكمة ليمتحن القلوب قبل الجيوب. تخيل نفسك طفلا صغيرا يقف أمام والده يطلب منه شيئا، أحيانا يعطيك ما تريد فورا، وأحيانا يؤجله، وأحيانا يمنعك منه لأنك لا تدرك خطورته. كذلك يفعل الله مع عباده، لكنه يفعل ذلك برحمة مطلقة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المعادلة هنا ليست في عدد ساعات العمل، بل في عمق علاقتك بالله. رزقك يأتيك حين تفهم أن الدنيا ليست هي الهدف، بل وسيلة توصلك إلى ما هو أعظم.